أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين ولا إله إلا الله استغفر الله والحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم النبي الكريم. عدنا إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتمم الحلقة الأولى من التقرير والمداخلة التي تقدمت بها إلى سيادتكم. أيها الإخوة، لقد سبق وأن تكلمت على أهل بيت رسول الله وآل بيت رسول الله. أهل بيت رسول الله أو أهل البيت الذين وردوا في القرآن في سورة الأحزاب فهم أزواج الرسول، ذلك ما لا نقاش عليه. هذه يعني نقطة نهاية ولن نتكلم عليها مرة أخرى، واترك الرافضة يقولون ما يقولون. كنا نتكلم عن علي بن أبي طالب وبينا الأخطاء الذي قام بها علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب ما هو إلا بشر. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بي أنا بشر مثلكم ويوحى إلي، علي يقول أنا بشر مثلكم ولا يوحى إلي، وفعلا لا يوحى إليه، ليس بمعصوم. الأخطاء قد توضحت الأخطاء قد توضحت التي قام بها علي بن أبي طالب. هذا شأن لا يهمنا، هذا وقت قد مضى، وقت الصحابة وقت الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. هو خالفة من خلفاء الله، من خلفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، قام بما قام به. إنما اليوم جئنا لكي نبين حتى لهذا الناس على أن لا يغلو في علي بن أبي طالب، أن لا يقولوا بأن علي بن أبي طالب وصي رسول الله أو والي أو ولاه الرسول من بعده. ليس هناك حديث لغد الخوم، ليس هناك رزية لرزية الخميس. هذه الأشياء كلها وإن وقعت لم تعين علي بن أبي طالب كوالي. القرآن لم يتكلم عليه، إنما الله موليكم الرسول الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علي بن أبي طالب يتكلم عنه الله في صيغة الجمع. هذا شيء عجيب. يا ليتني كنت تراب. علي بن أبي طالب في المرة الأخيرة في خطاب من خطبة اليعقوبي الرافضي أيضا الذي له قناة النعيم بأموال الناس، أموال الناس التي يأكلون بالباطل باسم الخبز، تكلم عن عرضنا أمانته عن السماء والأرض والجبال. قال الأمانة هي ولية علي، لكن يلي الغباوة لم يتمم الآية ثم لف من جهة أخرى. إذا أتممت الآية وكانت كلمة عرضنا الأمانة على السماء والأرض والجبال فأبت أن تحملهن، إذا وصلنا الآية فحمل الإنسان كان جاهلا ظالما، يعني الإنسان حمل ولاية علي، كان الإنسان جاهل ظالم في تحمله ولاية علي. انظر إلى الزنادقة يقولون أشياء بدون أن يفكروا. ثانيا، إذا تكلمت معهم مثلا لم يتكلمون من بحث قرآني، مصادر قرآنية حقيقية، لا يعلى عن القرآن شيء، فهو الأعلى من الحديث من الكلام. يأتون بأحاديث يسمونها الأحاديث الشريفة لعلي بن أبي طالب والأئمة. أحاديث الأئمة وأحاديث علي بن أبي ليست أحاديث شريفة، ليست أحاديث مثل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذاك نبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، إذا تكلمنا عن أهل بيت رسول الله فتجد كلهم محصورين في علي وفاطمة والحسن والحسين، كأن الرسول هذا مقطوع من شجرة، ليس له عائلة، لا بنات لا ابناء لا إخوة لا أعمام. لا، هذا مش كلام يا الإخوة. علي بن أبي طالب مع الحق والحق معه. علي بن أبي طالب وجه الله من أسماء الله الحسنى. علي بن أبي طالب وسع كرسيه السماوات والأرض وسع علمه، يعلم ما في الصدور. علي بن أبي طالب يعني هذا علي بن أبي طالب إله. ولقد بين علي بن أبي طالب وأخطائه، لقد أخطأ. هذا رأيي أنا من زاوية منطقية. الشيء الذي نقل إلينا عرضته على عقلي والمنطق ورأيت من زاوية رأوا منها كثير من الناس. مثلا إذا تناقشت مع رافضي لا يتكلم معك من بحث قرآني كما سبق وأنا أشرت إليه، يتكلم معك مع روايات ويسمي أسماء محمد بن علي بن المختار، من خالد، من سعيد الطوبي البوطي.
اسمع ما أنزل الله به سلطان ولم نسمع بها، وينسب إلى بعض الأحاديث، حديث التقاليد الذي يتكلمون عليه غير موجود في البخاري، في مسلم موجود بسياق آخر مثلا بصيغة أخرى. رواه مثلا كما يقولون رواه زيد بن الأرقم. زيد بن الأرقم شخصيا، هو شخصيا كان يقول أنا أقول بعض الكلام ولكن لا أتمكن من صحته فإنني أسعى نظرا لكبر سنه. هذا الرجل الذي من الأنصار ولد في المدينة وتوفي في 68، يعني كان كبر في السن. حديث ثقلين لم يرويه البخاري، أخرجه المسلم بصيغة، لكن تركت فيكم الثقلين، تركت فيكم الثقلين أهل بيتي، كتاب الله وسنة رسول الله. لم يقل تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعطرة أهل بيتي ولا يفترق حتى يرد عن الحوض. ما هذا كلام يا أخي العزيز؟ سبق وأن أشرنا في مداخلة وقلنا بأن كلام الله لا يعدله لا رسول لا أنبياء لا سماوات لا أرض لا بحار لا ملائكة لا نجوم. كلام الله لم يعدله أي شيء. ما تقولش يعني الثقلين يعدلون القرآن يا أخي العزيز. هذا أهل البيت الرسول، ثم يقول لك أهل البيت هم الذين قاسهم الذين من قاسهم. عمار من أهل البيت الذي عانى، أبيه وأمه تقتل أمامه، بلال، أبو ذر الغفاري، والقائمة طويلة. القرآن عندما نزل على رسول الله ورسول الله بلغ للمسلمين. من الذين نصروا محمد ونصروا الإسلام؟ المسلمون ليسوا أهل بيته. أينما تجد كلمة في القرآن فيها القربى يقول لهم آل فاطمة والحسن والحسين. يا أخي العزيز القربى ليسوا هذو الناس. القربى هو يعني شيء واضح. الله الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى خيرا بأهل بيته الذين هم أزواجه، هم الضعفاء كما سبق وأن أشرنا إليه. لكن أنتم تأتون بكلام من روايات، خذوا من القرآن دبروا القرآن. نعطيك مثال بسيط، مثال بسيط. يأتي في أحد الأيام عبد الرحمن بن عوف إلى أبو سلمة رضي الله عليها ويقول لها لي مال كثير وإني خايف أن أهلك. تقول له تصدق. عبد الرحمن بن عوف من بشري بالجنة، يعرف الصدقة. يخرج يلتقي بعمر بن الخطاب فيقول له ما سمعه استغفر الله. تقول له سمعت رسول الله يقول كثير من أصحابي من لا يلقاني بعد وفاتي، يعني لا يدخلون الجنة. هذا كلام أنا. يلقى عمر بن الخطاب يقول له ذلك الكلام. عمر يذهب إلى أم سلمة ويسألها هل أنا معهم؟ تقول أنت لست معهم ولكن لا أزيد عن ذلك. هذا الحديث أين تجده؟ أين؟ في مسند أحمد بن حنبل. يعني أحمد بن حنبل يقول هذا الكلام مكتوب في كتاب أحمد بن حنبل الإمام الرابع. هذا الشيء يعني لا يدخل في العقول. هذا الشيء لا يدخل في العقول. لأن أم سلمة تقول كأن أم سلمة عندها قائمة صحابة رسول الله الذين لا يلقون الرسول. كل الصحابة ذكرهم الله من المهاجرين والأنصار ومدعاهم وزكاهم وجعل لهم جنة تجري تحتها الأنهار. هذه الأمور انتهت الأمور. لم يذكر ولا واحد من أهل بيت رسول الله إنه في الجنة. بالعكس ذكر أبي لهب. أبي لهب ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكره الله في قوله محكم تنزيله وتب يد أبي لهب نعله. لكن إذا رجعنا إلى آل محمد، آل محمد هي عائلة محمد، يدخل فيها عتيب وعتبة من أبناء أبي لهب، يدخل فيها عبد الله بن عباس، يدخل فيها بنت حمزة، يدخل فيها جعفر، يدخل فيها عقيل، يدخل كل هذا آل محمد. لكن أهل بيته موسوعة محدودة في دائرة خاصة وهي أزواجه لا أقل ولا أكثر بنص القرآن وسياق القرآن من بدايته ونهايته. لكن أقرأ القرآن إذا وجدت كلمات تشير إلى علي بن أبي طالب ويقول القرآن نزل التلميح والتصحيح. يا أخي القرآن هذا الذي ذكر أناس يعني ليسوا بأنبياء ورسل. لقمان يوصي في ابنه، أصبح كلام لقمان آية قرآنية تتلى إليهم ويبعثون، وهذه أفضل من لقمان. إذا رجعنا يعني مراجع الشيعة ماذا يقولون؟ لكن ولا كلمة على علي بن أبي طالب، ولا كلمة على الحسن ولا على الحسين، ولا كلمة على زينب بنت علي بن أبي طالب وأم كلثوم، ولا كلمة واحدة. بنات الرسول ذكروا في القرآن قل يا أيها الرسول قل لأزواجك وبناتك.
هذا على أنف الرافضة الذين كانوا يقول بأن الرسول ليس له بنات. يا أيها الإخوان اتقوا الله اتقوا الله. وأنا أنصح إخواني السنة على أن يغلوا، لا يغلوا في علي بن أبي طالب، لا يتكلموا بالزوج المبارك، يتكلموا بعلي كان وكان وكان. كانت الصحابة كلهم يد في اليد، كانوا يعني يكونوا حزب واحد مع محمد عليه الصلاة والسلام، ناصرنا محمد وناصرين هذا الدين بإذن الله. والله سبحانه عز وجل زكاهم في كم من آية قرآنية، والقرآن واضح. وإن أردت أن تقوم ببحث قرآني قم ببحث قرآني، أتركك من أحاديث النبوية. أحاديث النبوية نتكلم بها في قالب سني احترامي، نتخلق بها ونتدارس بها وننصح بعضنا بعض بها. لا نطرحها إلى الرافضة الذين يشتمون صحابة رسول الله، أغلى رجال عند الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيهم الله الله في صحابتي، من أحبهم فقد أحبني ومن بغضهم فقد بغضني. عباد الله عباد الله، إني أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بأن الشيء الذي نراه يوميا في هذه الفاضحيات المفضوحة اللي الشيعة الرافضة الذين عليهم من الله ما يستحقون. يا إخواني، هذا الدين إيراني مجوسي. الإيران أيها الإخوة فإنهم عملاء أمريكا، عملاء إسرائيل. أقرأ إيران كونترا في الثمانينات مع ريغان، سوف ترى كل فضائح إيران. من الذي سمح لأمريكا أن تدخل إلى العراق، إلى الأفغان؟ كل هذا جاء من الإيران. من الذي اتفق مع سلمان رشدي آنذاك لكتب آيات الشيطانية؟ فهو قبح الله وجه الخميني حتى يمس المسلمين من الناحية العاطفية ويجلبهم إليه، لكن كشفه الله على حقيقته وتوفى، مات عليه من الله ما يستحق. ماذا يفعل سلمان رشدي؟ يطلب العذر. لا عذر يا سلمان يا هندوسي. ثم يكتب كتب للأطفال حتى يقبض أو يمسك المسلمين من الناحية العاطفية الحساسة. أبناؤكم اكتب لهم كتب للتسلية. لا نقبل هذا، لأنك طعنت في قرآن الله، آيات شيطانية قبح الله وجهك، وهذا باتفاق الخميني. شيء معروف هذا عند الناس كلهم، كل الناس تعلم بذلك. هذا كان من عند الخميني، هذا كانت يعني مفبركة من الخميني، شيء معروف. الهندوس هؤلاء الناس هم مجوسيين هندوسيين. يعني إذا رجعنا إلى فتح إيران من طرف الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عليه، كانوا كلهم سنيين. أين هذه الشيعة؟ من أين جاءوا الشيعة؟ من أين دخلوا الشيعة؟ أيها الإخوة، أحذركم ونفسي، ابعدوا عن هؤلاء الشيعة. أقطعوا الرأس، يعني الرأس بطريقة دينية بالحكمة والموعظة الحسنة. ابعدوهم عنكم وعن مجالكم، لا تتركهم يتقربون إليكم. فهذا مجوس أيها الإخوة، فهذا مجوس أيها الإخوة. الحمد لله لا هدانا لهذا وما لولا هدانا الله فما كنا استغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا هدانا الله. اللهم يا ربي إن هذه زلة اللسان استغفرها لأنني مزعج وأتكلم تحت أعصاب، لأنني متوتر، فعلا أتوتر، لأنني عندما أرى سب الصحابة وسب أجوز الرسول فإنني لا أعرف أين أنا. لا، إني لا أعرف أين أنا. والله لو كانوا أمامي لقمت بارتكاب ما لا يحمد عقباه. ولكن إخواني، أريد أن أوصيكم ونفسي على أن لا تسمعوا لهؤلاء الزنادقة. بالله عليكم لا تسمعوا لهؤلاء الزنادقة، بالله عليكم. حاربهم بالطرق الدينية الشرعية كما أوصانا الله سبحانه عز وجل، بالحكمة. وإنهم بدأوا ينقرضوا، بدأ انقراض فيهم، بقي فيهم إلا بعض العيال قبح الله كل وجوههم رغم الفضائيات الذي هم أكثرهم من تمويل فرنسا إسرائيلي. الحمد لله والسلام عليكم، استغفر الله لا إله إلا الله.